مساء الخير أعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. معاكم سليمان السمعاني المحامي. هنتكلم النهارده بمشيئة الله في الجهات الأخرى التي لها حق تحريك الدعوة الجنائية. كنت اتكلمت أنا في أو حطيت كده نص في أحد فيديوهات كرولس حشمة لبيب أو محلات أو كوكو أند إس، وقلت ان المحكمة او المتهم ما يعرفش ان المحكمة ليها حق ان هي تتصدى للقيد والنص بتاع النيابة او القيد والوصف بتاع النيابة العامة. الاصل ان النيابة العامة هي اللي بتباشر جميع اجراءات الدعوة. النيابة العامة هي اللي ليها الاختصاص الاصيل في تحريك الدعوة الجنائية. فقد سمح القانون لجهات أخرى غير النيابة العامة استثناء بمشاركتها في حق تحريك الدعوة الجنائية حين أجاز ذلك للمحاكم في بعض الأحوال، وأجازه للمضرور من الجريمة. فأحيانا تحصل جريمة والنيابة ما تصدرش فيها أي قرار، وبعد كده النيابة بتحفظ الدعوة للحق للمضرور من الجريمة أنه هو يسحب المحضر ويرفع دعوة مباشرة يحرك الدعوة الجنائية. يعني دي حالات ان المضرور من الجريمة يقدر يحرك الدعوة الجنائية. يبقى في حالات اختص بها القانون المحاكم تحرك الدعوة الجنائية دونا عن النيابة، والمضرور من الجريمة في البعض الآخر. هنتكلم عن تصدي محكمتي الجنايات والنقد في تحريك الدعوة الجنائية. ايه السبب او ايه العلة او ايه الهدف ان محكمتي الجنايات والنقد ان هم يتصدوا زي قضية مثلا كوكو اند اس دي اللي متداولة في الاخبار ان في متهمين النيابة العامة ما قدمتهمش متهمين. يبقى هنا في قصور في التحقيق، والمفروض المتهمين دول هم كانوا يجوا ويتحطوا في القضية. القاضي اللي هيحكم ما يقدرش يحكم غير بالحاجات اللي اتحالت دي من النيابة العامة. يعني القاضي ما يقدرش يحكم إلا بالأشياء المحالة إليه من النيابة العامة. يعني موجود متهم واحد يبقى هو المتهم ده يا إما تحكم عليه أو تبره. طب ليها إن هي تضيف المحكمة ليها ان هي تضيف متهمين؟ ده اللي هنتكلم عنه ونقول علة تقرير حق التصدي. الاصل ان المحكمة الجنائية تنحصر في الحكم في الدعوة المحال اليها من النيابة العامة اللي هي سلطة الاتهام، وهي مقيدة في ذلك بشخصية الدعوة الجنائية وعينيتها. والتقيد بشخصية الدعوة الجنائية يعني أن المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوة، فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه متهما آخر أو متهمين آخرين تبين لها أنهم ساهموا معه في ارتكاب الجريمة، وإلا كان في ذلك مساس بشخصية الدعوة. أما التقيد بعينية الدعوة الجنائية يعني أن المحكمة الجنائية مقيدة بالوقائع التي رفعت بها الدعوة إليها، فتفصل فيها دون أن يكون لها أن تضيف إليها وقائع أخرى تبين لها ارتكاب المتهم المحال إليها لهذه الوقائع، وإلا كان في ذلك مساس بعينية الدعوة. يعني المحكمة اتحالت ليها الأوراق من النيابة العامة، الأشخاص اللي موجود في قرار الحالة المحكمة ما تقدرش تتطرق إلى متهمين آخرين. ويستند التزام المحكمة الجنائية بقيد شخصية الدعوة وعينيتها إلى مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، لأن القضاء من سلطة الأحكام والنيابة العامة سلطة الاتهام، وضمانا لحيدة القضاء ونزاهته لتحقيق العدالة بحسبانها الهدف والغاية من تنظيم قواعد المحاكمة. ولكن
ماذا يمكن؟ ده اللي بنقوله احنا. طب ايه الحل؟ ايه الحل اذا تيقنت المحكمة حال نظرها لدعوى منظورها امامها من ان هناك متهمين اخرين او وقائع اخرى كان ينبغي احالتها، ووقع ذلك نتيجة سهو او تقصير من جهة الاتهام؟ وجه المشرع في اعتبارات المصلحة العليا التي تقتضي تحقيق العدالة وعدم إفلات المجرمين من العقاب تبريرا كافيا لتقرير حق التصدي. ده اللي بنقول عليه المحكمة تملك ان هي تتصدى لمتهمين مش موجودين في الدعوة، وتملك ان هي تنزلهم متهمين. وهنشوف الحاجات دي بعدين بترتيبها، متى يتم احالتهم ومين اللي يحيل ومين اللي يحجج، ويا ترى المحكمة هتبقى هي نفس المحكمة اللي اتصدت هي نفس المحكمة اللي هتحكم في الدعوة من جديد. هنشوف الكلام ده. وجه المشرع في اعتبارات المصلحة العليا التي تقتضي تحقيق العدالة وعدم إفلات المجرمين من العقاب تبريرا كافيا لتقرير حق التصدي، فأجاز لمحكمتي الجنايات والنقد عند نظر الموضوع حق التصدي للمتهمين الذين كان ينبغي تقديمهم في المحاكمة في ذات الدعوة المحال إليها، أو للوقائع التي كان ينبغي إضافتها للواقعة المطروحة أمامها. وقد قصر المشرع حق التصدي على تحريك الدعوة الجنائية دون الحكم فيها. يعني في الحالة دي المحكمة هتتصدى لكن مش هتحكم فيها. كما لم يجعله وجوبيا، يعني المحكمة مش ملزمة ان هي تتصدى بحيث تلتزم به المحكمة، انما جعله جوازيا، فهي ليست ملزمة به حتى ولو توافرت جميع شروطه. كذلك فإن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب الخصوم في شأنه وأن تحققت له مصلحة واضحة فيه. كذلك فإن المشرع لم يمنح المحاكم جميعا حق التصدي للاتهام في غير جرائم الجلسات. يعني في جرائم الجلسات اللي المحكمة حتى المحاكم الجزئية ليها حق ان هي تتصدى، وواحد أخل بالجلسة ان هو تنزله متهم. من جهة أخرى فأن تقرير حق التصدي يحقق فرض نوع من الرقابة القضائية تباشر المحاكم العليا على سلطة التحقيق اللي هي على النيابة العامة، إذ لم ترفع الدعوة على بعض الأشخاص أو بالنسبة لبعض الوقائع نتيجة سهو أو قصور في التحقيق أو مجرد خطأ في التقدير. ومن جهة أخرى فأن تقرير حق التصدي أو المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب أحد الخصوم، فأن تقرير حق التصدي نرفصل، فأن تقرير حق التصدي يحقق فرض من الرقابة القضائية تباشر المحاكم العليا على سلطة التحقيق، إذ لم ترفع الدعوة على بعض الأشخاص أو بالنسبة لبعض الوقائع نتيجة سهو أو قصور في التحقيق أو مجرد خطأ في التقدير. التنظيم القانوني نظم القانون حق التصدي لمحكمة الجنايات في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على أنه إذا رأت محكمة الجنايات في دعوة مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوة عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوة على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للقانون. وللمحكمة أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.